أعزائي المشاهدين، تحية طيبة لكم جميعا، والآن معنا لقاء جديد مع الأستاذ الفنان محمد رمضان. والله أنا لي الشرف الكبير في مقابلتك أستاذ أبو مفرح. والله العظيم أنا بحب سعادتك حب كبير، وأنا مش عارف أوصف لك مدى فرحي في مقابلتك أستاذ أبو مفرح. أستاذ محمد رمضان، الآن في جدل كبير على الأغنية التي شاهدتها الآن، وهي أغنية نمبر 1. فما أدري وش تعليقك، يعني وش سبب أنك سميت نفسك النمبر 1؟ بص سعادتك أستاذ أبو مفرح، أنا فعلا أنا النمبر 1 يعني في جميع العالم العربي، ومحدش هيقدر ينافسني في الأغنية وفي الفن بتاعي. أنا فعلا أنا النمبر 1، شاء من شاء وأبى من أبى أستاذ أبو مفرح. والله ما أدري عنك أنت يعني هذا غرور تعتبره، ولا هذا أنك أنت تشوف نفسك يعني فوق الناس؟ معلش اعذرني على التعبير القاسي هذا، لكن أنت يعني فيك غرور، شيء مو طبيعي بالأغاني هذه وبالكلام اللي أنت قاعد تقوله. بص أستاذ أبو مفرح، أنا إنسان مقتنع بنفسي، وأنا عارف اللي بعمله، وعارف كل حاجة عن نفسي، ومش محتاج حد يعني يوصف لي أنا بعمل إيه وبتصرف إزاي. أنا فعلا أستاذ محمد، أنت ألغيت دور كثير وكبير من الفنانين سواء ممثلين أو مطربين. أنت بكلامك هذا يعني تعديت كل الحدود. أنت عندك تصرفات غريبة أستاذي العزيز، أنت تظهر بمظاهر بلبس غير لائق في المسرح، وأنت بتظهر يعني بسيارات غالية الثمن وبمساكن غالية الثمن. هذا في كسر النفوس الضعفاء. يعني أنت اتق الله في الناس الضعيفة هذه اللي حولك. أنت أصلا ما صرت إلا من وراء هذه الناس الضعيفة، فكيف أنت الآن تطغى عليهم بلبسك وبسياراتك وبسكنك؟ هذا ما يجوز الكلام هذا يا أستاذ محمد. والله أستاذ أبو مفرح، يعني أنا مش عارف أقول لك إيه. يعني والله العظيم أنت الكلام ده اللي بتقوله مش معقول، يعني أنت بتتكلم كلام مش معقول. أنا الجماهير كلها بتحبني، وأنا إنسان مشهور والحمد لله، وأنا النمبر 1، وأنا يعني كل العالم هي اللي ادتني المجال والشهرة دي اللي أنا فيها. يعني ما يصحش يا أبو مفرح تيجي تكلمني بالطريقة دي وترمي اللوم عليا، وإني أنا مش كويس، وإني أنا ما بعرفش أوزن الأمور، وما بعرفش اتدبر نفسي واعمل يعني حاجه الناس تشكرني عليها. انا بس ابى اوصف لك يا استاذي الكريم انه انت التصرفات هذه اللي انت تسويها غلط. هذا ما يجوز انك انت تطغى على المشاهدين وعلى المتابعين لك وعلى المعجبين فيك. هذا غلط منك يا استاذي الكريم. بص استاذ ابو مفرح، يعني انا ما ضربتش حد على ايده وقلت له تعال اشهرني ولا تابعني وتابع اعمالي. انا انسان معروف ومشهور والحمد لله، وليا جمهوري يعني. اما حكايه الفقير والغني دي حاجه بتاعت ربنا، يعني انا ما طلبتش من حد فلوس، هم اللي بيدفعوا وهم اللي عارفين يعني فلوسهم رايحه فين. وانت بتطلبني انا يعني انا قلت لهم ادفعوا وتعالوا اتفرجوا على الحفلات بتاعتي، وانا ما طلبتش من حد يجيني. يعني العالم كلها بتحبني، وفي موازنه بين الناس في فوق وفي تحت. ده حاجه بتاعت ربنا، يعني انا انت صادق يعني. انت صادق يا استاذ محمد. الناس هم اللي دفعوا الثمن، والناس هم اللي اشهروك، وهذا غلطهم ما هو غلطك، وحنا ما نلومك، وانت انسان فنان وقدمت الفن اللي عندك. لكن للاسف الناس هم اللي رفعوك، وهم اللي علوك فوق، وهم اللي خلوك تطغى عليهم، ولكن للاسف صاروا يعلقوا عليك. استاذ ابو فرح، يعني ما يصحش الكلام ده اللي انت بتقوله، يعني هذا شيء غريب. ما يصحش الكلام ده، هذا شيء غريب يتكلموا عليه ويرفعوه. والله انا ما الومك يا استاذ محمد، ولك جزيل الشكر، ولك جزيل الشكر، ونحن اسفين اذا كان ثقلنا عليك في اللقاء هذا. وانا والله انت لو عندي والله ما اخذ ترعى الغنم، ولكن عاد الناس نظرتهم كذا، وايش نقول لهم عاد. استاذ ابو فرح، انت يعني تجاوزت كل الحدود في الكلام معايا وبطريقتك في الكلام معايا، وانا في غايه الاسف اني جيت لك صراحه، وما كانلوش داعي الاسلوب اللي بتتكلمني يعني بتتكلم معايا فيه حضرتك. وانا والله اعتذر اني جيت لك، ويعني ان شاء الله انا ما عادش اجي مره تانية للقاءات معك يا استاذ ابو مفرح. مع الف سلامه، الف سلامه. انت بتلومني انا؟ مع الف سلامه. والله انا اسف جدا يا استاذي الكريم، ولكن الناس يعني تعليقاتهم هي اللي خلتني اتعصب، لانه دائما يعلقون عليك ويعلقون على سياراتك ويعلقون على سكنك. ولكن ايش نقول؟ وفقك الله، واشكرك واشكر لقائك.